قلنا الشات جي بي تي هات لنا الداتا شيت السبيكس بتاعت زيت نيسان ان اس 3 المواصفه اللي هو بيتحط في فتايس الرينو ميجان 4 والسي في تي والداستر والكابتشر وهكذا يعني، وفي فتايس نيسان الحديثه جوكو وكاشكاي وبعض فتايس سوزوكي وموتسوبيشي وكده. فبنبص كده على خواص الزيت. طبعا انا راجل متخصص فانا اشرح لكم كده، بس يعني النقطة اللي أنا عايز أقولها من الموضوع ده جاية يعني. طبعا ده زيت فول سينثيتك تخليقي بالكامل، تمام. لونه بيكون مايل للأخضر. الزوجة عند درجة حرارة منخفضة 40 طبعا بيكون الزوجة 23 ل 30 سنتي ستوك. بيكون الزوجة إيه؟ بيكون يعني الزوجة خفيفة عشان يقدر يتحرك ويحمل الأجزاء كلها. لما درجة الحرارة بتعلى طبعا بتبقى 100. الزوجة دي بتاعة الزيت بتبتدي تقل معايا شوية، ويبتدي يبقى ان هو يقدر يتحرك في كل الاجزاء بتاعة الفتيس عشان يحميها. الفيسكوستي اندكس ده الرقم بيعبر عن قدرة تحمل الزيت ده، ان الزوجة بتاعته ما تتكسرش عن درجات الحرارة العالية. البور بوينت اللي هو ايه؟ درجة التجمد سالب 45 مناسب قوي للأجواء الباردة. برضه فلاش بوينت اللي هو درجة الغليان 200 كويس جدا يعني. مفيش جير بوكس يوصل درجة حرارته 200 يعني، إلا لو الجير بوكس كله فيه فريكشن وير وفيه تآكل وفيه مشكلة الزيت ناقص أو هكذا يعني. الزيت ده بيستحمل لحد درجات حرارة عالية، زيت كويس جدا على فكرة. عشان كده انا انصح هو ده الزيت، تستخدم الزيت رباوي نيسان السيلفر اللي وريناها لكم قبل كده. طبعا الزيت ده عليه مواد ضد الأكسدة، مواد لتحمل الأنتي فوم والأنتي وير، مواد لتحمل التآكل وهكذا، إضافات يعني الإضافات، تمام. وبيركب في الفتيس اللي هو جي اف 015 اي وجي اف 016 اي اللي موجود في الكاشكاي الجديدة خالص التربو ال 2025. خلي بالكم الفتيس ده، تمام، بيتحط له نفس الزيت. طبعا الزيت ده عليه اضافات شيل ستابيليتي، عليه اضافات للفريكشن موديفاير اللي هي اضافات الاحتكاك، عليه اضافات تمنع اللي هو يحصل له بريك داون تتكسر الزوجه بتاعته، وعليه اضافات علشان يمنع حدوث تلوث وشوائب وكده وموظفات يعني، وعليه اضافات مقاومه للحراره. بصوا للنقطه اللي تهمنا انا هنا، ان هو من 0 ل 30,000 كيلومتر بتبقى حالته كويسه. من 30 ل 50,000 بيبتدي هنا يحصل ايه؟ يفقد بعض الخواص بتاعته وبعض الاضافات بتاعته، واخد بالك انت؟ عشان كده حبوا غير الزيت عند 40,000 في المتوسط، 30,000 لو انت بتقرص، 25,000 بقى لو انت سواقتك يعني عنيفه جدا. من 50 ل 80,000 ده خلاص كده بقول لك الزيت ايه يعني، رايح في داهيه، وبيفقد بقى الانتي وير اديتيفز بتاعته، وبيفقد الحمايه بتاعته وهكذا. فوق ال 80,000 خلاص كده الزيت ده أصبح ما عندوش أي قدرة إن هو يحمي الجير بوكس من الحرارة والتآكل وهكذا.